رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال الصلوات، تسمو بالروح لمولاه. رمضان والحمل، مش هنتكلم مين الحالات اللي لازم تفطر ومين اللي يجوز تفطر وممكن تصوم. الكلام ده كله موجود في 10,000 فيديو موجودين في كل مكان. اللي بتكلم عنه دلوقتي اللي هي المفروض تفطر ورافضه تفطر او حاسه بالذنب انها لا مش هقدر افطر وانا لسه كويسه وانا اقدر اتحمل شويه. طب لو ظهر اعراضها بافطر. طيب وانتي انسه لما كان مجرد ان انتي بتجيلك بيريود كل شهر تفطري، ده لما كان ربنا بيسمح لك بحدود اسبوع من الشهر تفطري، فتفتكري منطقي ان انت مطلوب منك تصومي 30 يوم وانت حامل في الحاله اللي ربنا قال عليها وهنا على وهن؟ تاني نقطة، المسافر اللي هو دلوقتي ما بقاش بيسافر على جمل ولا بيسافر 7 ايام عشان يروح المحافظة اللي جنبه، دلوقتي بيسافر في طيارة مكيفة يقطع آلاف الكيلومترات في ساعات، بياخد برخصة الصيام امتثالا ان الله يحب ان تؤتى رخص. هل المسافر اللي راكب طيارة المفروض ياخد بالرخصة وانت ما تاخديش؟ النقطة الأخيرة إنه لو عندك شك إن أنت هتشيلي وزن فالدكتور شايله عنك، يعني هو اللي طلب منك تفطري، هو أكيد مش غاوي يشيل ذنوب فوق ذنوب، كل واحد شايل اللي كافيه زيادة. نقطة كمان، تفتكري لو في ذنب هيكون أقوى على إن أنت فطرتي تحت إشراف أو طلب الطبيب بتاعك، ولا إن أنت تعمدتي الإضرار بالجنين؟ أكيد مش متعمدة الإضرار يعني، بس قمتي بفعل أو رفضتي فعل تسبب في إضرار جنين وروح جواكي. النقطة اللي بعد كده وهتساعدك كتير برضو في تقبل القرار من غير اي احساس بالذنب، ان انت دايما تستحضري رحمة الله. دايما في الحكمة من اي فروض بنقوم بيها معظمها بتبقى جهاد النفس. لما تبقى نفسك لوحدك يبقى جهديها لوحدك لما تبقي مسؤولة عن بيبي كمان معاكي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والحمل ده اضعف حالة في عمرك كله. نقطة بقى علمية بسيطة كده، ان مفيش دراسات كافية على صيام المسلمين. صيام المسلمين الدراسات الوحيدة اللي اتعملت عليه هل بيسبب ولادة مبكرة، هل ممكن يسبب نقص في وزن الجنين، والدراستين اثبتوا ان هو ما بيسببش كده الحمد لله. لكن النظام الغذائي الاقرب لصيام المسلمين شبهوه بالكيتو دايت، والكيتو دايت بيكون انقطاع تام عن الكربوهيدرات، انما احنا بننقطع عن كل حاجة، كربوهيدرات ولحوم وكل حاجة. فالاقرب لينا الكيتو دايت اللي هو بعد 10 ساعات من الانقطاع عن الكربوهيدرات الجسم بيطلع حاجه اسمها اجسام كيتونيه. الاجسام الكيتونيه دي عندها القدره انها تعدي المشيمه. لو وصلت بقى للنوم من خلال المشيمه اثرها عليه كلام كتير لسه، لكن معظمه متعلق بالجهاز العصبي للطفل. الجهاز العصبي اللي هو النمو الفهمي، مش تشوهات لا قدر الله فتق في المخ او في العمود الفقري والكلام ده، لا هو الحاجات اللي ليها علاقه بالفهم اكتر، تشتت الانتباه والتوحد والنقص التركيز والحاجات دي. هو لسه مش ابروفد 100%، بس ده الاقرب للمضاعفات اللي وارد تكون حصل. فاكيد لما ربنا ادالك رخصه هو ادرى الصح ليكي ايه ولجنينك ايه. بلاش مقع 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 بلاش مقع. نقطة مهمة جدا بقى، بلاش جو ايه انا كسرت صيامي وشربت كوباية مية وباقي اليوم انتي قاعدة من غير اكل ومستنية اما المغرب يأذن عشان تاكلي معاهم، لانك مكسوفة تاكلي لوحدك فترة، يعني عشان مطلوب منك كل ساعتين على الاقل تدخلي مصدر جلوكوز او مصدر اكل ايا كان الاكل. ها اتفقنا؟ اخر حاجة بقى، لو كل اللي قلناه ده ما اثرش فيكي ولسه مش عارفة تفطري، عايزة اقولك ان المفتي لسه قافل وبيقول العيد بكرة، كل سنة وانتي طيب.